السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي. هنبدأ إن شاء الله مع بعض شرح دروس الماس. بس قبل ما نبدأ نخش على أولى إعدادي، في عندي حاجة سريعة كده هنراجعها عشان هنحتاجها إن شاء الله في الدروس اللي جاية. طيب إحنا عندنا أول حاجة هناخدها معانا اللي هو الريشيو اللي هو النسبة. تمام. طب يعني إيه ريشيو أو يعني إيه نسبة؟ لما عندنا ان احنا بنقارن رقم على رقم، يعني مثلا عندنا مسافتين بنقارن ما بينهم، بنحط المسافة الأولى على المسافة التانية. طب تعال نعرف معنى الريشيو، طريقة كتابة الريشيو، وهناخد أمثلة على ده. طيب سريعا كده، أول حاجة عندنا الريشيو النسبة. معناها الريشيو is the method of comparing two quantities of the same kind. إن احنا هنا النسبة هي طريقة نقارن كميتين من نفس النوع. لسه كنا بنقول إن احنا بنقارن كميتين من نفس الحاجة، يعني مسافة على مسافة، وقت على وقت، وزن على وزن. تمام. طيب it express the relationship between part and part يعني هي بتديك علاقة ما بين جزء على جزء، والتانية part and whole جزء على كل. طب التالتة whole هنا بارت يعني من كل الجزء. يعني هو برضو هنا انا هحطلك في الترجمة، انا هسيب لك الترجمة دي بحيث ان انت وانت لو وحدك بتذاكر او في حاجة عايز تقرا عايز تفهم على طول مترجم لك كل حاجة. ان احنا هنا ترجمتها ان احنا بنعبر عن العلاقة بين الكميتين من جزء لجزء، او جزء وكل، او كل وجزء. تمام كده، او النقطة مفهومة ما عندنا مفيش مشكلة. طيب تاني حاجة، عندنا اشكال النسبة الثلاثية اللي هي 3 فورمز. هي ليها 3 طرق عشان نكتب الريشيو. اول طريقة اللي هي فراكشن الكسور. طب تاني نقطة الكولون ان احنا بنعمل نقطتين. تالت نقطة وورد ان احنا بنكتبها كلام. طيب الفريكشن دي بنكتبها ازاي؟ اللي هي A over B مثلا. طب الكولون احنا بنكتب A دبل كولون وبي. طب الوورد اللي هي A to B. تمام كده، عرفنا الثلاث طرق اللي احنا بنكتب بيها. تمام. طيب احنا هنا لحد هنا تمام. طب احنا طبعا الاي والبي ده طبعا دول بيكونوا عباره عن قيمتين، يعني الاي مثلا تبقى 4، البي 3، او ايا يكن القيمتين، بس الاي والبي دي بتعبر عن رقمين وبنعملهم ريشيو على بعض. طيب تالت نقطه في كده يعني ملحوظه صغيره انا حاططها لك تراعيها عشان ما تغلطش فيها او انت بتكتب. ايه هي بقى الملحوظه دي؟ ان انت عندك مثلا 7 to 15، ما ينفعش نقول انها 15 to 7. لازم البداية تبقى زي البداية والنهاية زي النهاية عشان يقول انهم ايكوال كده، دول الاتنين مش ايكوال. تمام كده. هنتابع مع بعض تكملة الدرس ده ان شاء الله في الفيديو اللي بعده.